أولا السلام عليكم وتحية كبيرة لكل المنابر الإعلامية اللي حضروا معنا اليوم، وشكرا على الحضور ديالكم. تقدير ديال هذا الندوة الصحفية. بالنسبة للدوزي تعرف بالأغاني الوطنية، سواء كانت الأغاني اللي كانت في الكتابات ديالي والألحان ديالي كأنا مغربي إلى وحتى الوصول إلى أغنية العيانية اللي أعدت الغناء ديالها بعد سنين، والحمد لله عرفت واحد النجاح كبير، وحتى الجيل الجديد من الشباب والأطفال تعرفوا على هذه الأغنية اللي كانت تغنى بها وحفظها واحد الجيل اللي هو قديم في 75. فاحنا الهدف ديالنا هو أننا تستمر حياة هذه الأغنية المدى الطويل، وهذا الشيء كنشوفوا في الحفلات ديالنا، كنشوفوا أطفال صغار كيغنيو الأغنية وكيترقصوا عليها. فهنا الحمد لله كنفرحوا بزاف، كنعرفوا بلي هذه سي ميسيون اكومبلي. بالنسبه للفيديوهات هي حقيقه اغاني مشتركه مع فنانين اخرين رجعت موضه الان، وهي اللي ولات دايره رواج كبير. وطبيعه الحال في الاعمال الجايه ان شاء الله غادي يكونوا التعامل مع فنانين اخرين، وكذلك على بالنسبه للنقطه ديال اللهجات الاخرى او اللغات الاخرى، غادي يكون في الالبوم الجديد غادي تكون اغاني بلغات اخرى، تكون بالفرنسيه، غتكون بلهجات اخرى بطبيعه الحال من العالم العربي. وطبيعه الحال رجعوا دائما للتراث المغربي واللون الفني المغربي اللي انا مشهور به، فهو اللي غادي يكون طالع في الالبوم الجديد ان شاء الله. السلام عليكم. زياد صاحب بمجموعة الإعلام الشباب. نعرف مهرجان تيميتار كسؤال ليك عنده علاقة بمهرجان تيميتار. الفنان الدوزي اليوم غادي يعود على منصة المهرجان بعد غياب لمدة ما يقارب 6 سنوات تقريبا. فشنو كتمثل المشاركة اليوم في مهرجان تيميتار، وشنو الطلب الفني اللي غادي تقدم؟ والسؤال الثاني ديالي هو شنو تعليقك على بعض الإعلاميين والصحفيين اللي تعاطفوا مع الفنانين المغاربة خلال فعاليات مهرجان البوازير، قالوا أنه مع القبول بأفضل الأجنبي أنه ما كانش واحد الاهتمام على الفنانين المغاربة بقدر ما كان الاهتمام على الفنانين الأجانب والعرب. وشكرا، وأنا حضرت الحفل ديالك وتبارك الله. شكرا. السؤال بالنسبة لي المشاركة في تيميتار مشاركة مهمة بالنسبة لي، لأن تيميتار واحد المهرجان اللي أولا معروف بزاف وعنده الوزن ديالو بين المهرجانات في العالم العربي ماشي غير في المغرب. فهذا شرف ليا وفرحان بزاف أنني غادي نكون متواجد هذه السنة في هذه الدورة مع باقة من الفنانين اللي تبارك الله معروفين بزاف. ودائما تيميتار عنده واحد الجو سبيسيال. انا كل ما كنجي تيميتار كيجيني بحال راني بين الاحباب ديالي والاصدقاء ديالي، لان انا عندي بزاف ديال الاصدقاء هنا في مدينه اكادير، وحتى العطله ديالي كنجي ندوزها في مدينه اكادير. فملي يتجمعوا هادشي كامل يتجمع في حاجه وحده اللي هي في مدينه اكادير وتيميتار وحفله مع الناس ديال اكادير، فبطبيعه الحال غادي يكون فرحه كبيره بزاف. وجينا انا وفريق العمل ديالي اللي خدام معايا والموسيقيين باش نحيوا واحد الحفل ونفرحوا الساكنه ديال مدينه اكادير والنواحي، لان كاين بزاف المسائل كاين الناس اللي جايين من خارج مدينه اكادير باش يحضروا الحفله ديال اليوم، وهذا الشيء كيفرحني بزاف. وهذا دليل على حب الجمهور وتعلق الجمهور بالفنان ديالو. رجعوا للنقطه ديال الموازين، يمكن من تحدثتي على عقده الاجانب بالنسبه للاورغانيزاسيون ولا بالنسبه للصحافه؟ الصحافة. أنا صراحة ما حسيتش بها، لأن تعاملوا معي الصحافة مزيان في الندوة الصحفية. التغطية كانت زوينة، الأسئلة كانت مزيانة، يعني ما شفت شي حاجة زعما صراحة ما كانش شي فرق. يمكن نحسوا به فنانين آخرين ما نقدرش نهضر في المكان ديالهم، ولكن لا من ناحية التنظيم ولا من ناحية أي حاجة الحمد لله كل شيء يعني كنت راضي به. وأنا معروف عليا يعني كل شي حاجة ما عجبتنيش كنت غادي نكتب تدوينة ولا نهضر عليها ولا شي حاجة، لكن الحمد لله. يمكن كاين بعض الصحافه اللي نقلوا الخبر بطريقه اخرى بالنسبه للارقام القياسيه،
او شكون جلب اعلى حضور الجماهير. لكن هذا يعني حنا يعني منظور ديال الاقدميه وهادشي اللي دوزنا ما بقاوش هاد سي ديفيتيليتي، هاد الحوايج الصغار ما يمكنش نوقفوا عندهم. اهم حاجه هو ان الناس تجي وتنشط وتفرح والامور دوز مزيان وتيسر، وما كاين لا انسيدون، ما كاين لا وقعت لا كارثه لا والو. الحمد لله غادينا باش تجمع الناس بزاف ويتفارقوا بدون يعني بدون دي ديغا، فهذا بحد ذاته سي غيوسي. اما الحوايج الاخرين فنظن ان هذيك مسائل غير مهمه لا ليا ولا بزاف ديال الناس.